بتصدق انه هاي الرسمة البسيطة ساهمت بإنقاذ بنت اشهر الاطباء ما قدروا يعالجوها؟ للعلم بس هاي قصة حقيقية وراءها طبيب سوري اسمه سهيل النجار. في صحفية امريكية اسمها سوزانا بلحظة صارت تتصرف بغرابة، تحكي كلام مش مفهوم وبتتخيل اشياء ما حدا شايفها وبتفقد وعيها. راحت على اقوى المستشفيات في امريكا، بس دائما بعد فترة علاجية بسيطة الاطباء بيعجزوا، بيقولوا هاي مريضة نفسيا ولازم تدخل على مصحة عقلية. وبالنهاية في بعض ناس نصحوا فيه طبيب محلي اسمه سهيل النجار، ما كان عندهم اي ثقة فيه، بس بالنهاية ما عندهم ايش يخسروه. الدكتور سهيل ما طلب منهم تحليل دم او اي صورة طبقية، قال لسوزان ارسمي لي ساعة. فالاهل قال دكتور تستهبل، يعني صراحة اللي فينا مكفينا. الطبيب اصر على الرسمة، وبعد ما رسمت سوزانا هذه الرسمة سهيل عرف كيف يعالج مريضته. بس كيف؟ سوزانا رسمت كل ارقام الساعة على جهة اليمين، وهان بالضبط عرف سهيل بانه مريضته ما كانت مجنونة. سوزانا لما كتبت كل الارقام على جهة اليمين من الساعة، هذا كان دليل قوي انه في ضرر بمنطقة معينة في دماغها، تحديدا بالفص الايمن من الدماغ، وهو المسؤول عن الادراك المكاني. فلما الفص الايمن يتأذى الشخص بصير ما بشوف او ما بيعترف بالجهة اليسرى من العالم حتى لو نظره 100%. وهاي اعراض مرض عصبي نادر وخطير اسمه التهاب الدماغ المناعي، وبعد شهرين من العلاج الطبيعي البنت رجعت طبيعية 100%. والقصة تحولت لكتاب وبعدها لفيلم عالمي. وهيك كانت قصة الطبيب السوري اللي انقذ حياة انسانة وغير التاريخ الطبي بحالة واحدة.